في ناس عايشه كده في الحياه وهي اصلا مش عارفه هي عايشه ليه. على الله حكايتهم كده. ناس مش مهتمه اصلا انها تجاوب على السؤال ده. ناس عايشه وخلاص، ما بيفكروش، ما بيتعبوش نفسهم حتى انهم يفكروا في مستقبلهم. ما بيفكروش اساسا هم جاهزين لبكره ولا لا. لكن في ناس تانية بقى هتلاقي ايه على العكس تماما. ناس بتفكر، ناس بتتأمل، ناس كده شاطرة، ناس واعية، عايزة يفهم، عايزة يفهموا، عايزين يفهموا ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل. طيب، صلوا على النبي كده وتعالوا نشوف. انا عايزة اقول لكم ايه او عايزة اتكلم معاكم في ايه. عايزين نتفق على حاجة، ان المستقبل ما بيجيش من فراغ. يعني مثلا ايه؟ يعني عمرك مثلا ما هتقرر انك تيجي فجأة ترتب اوضتك وبعد ما تخلص خالص هتلاقيها اخر كركبه. استحاله طبعا. النتيجه اللي هتحصل عليها هي اللي انت عملته. يعني في الظروف العاديه خالص وبعيدا عن ان يحصل اي مفاجآت، فاللي هيحصل بكره هو مترتب له من النهارده. تمام. من حوالي 15 سنه اتوفى الدكتور مصطفى محمود رحمه الله عليه. وبرغم الشهره الكبيره اللي وصل لها دكتور مصطفى محمود، الا انه اخر كام سنه كده في حياته كان بعيد تماما عن الاعلام. وبرغم ان الكتاب اللي هتكلم معاكم فيه النهارده اتكتب في التسعينات، واتكتب تحديدا سنه 1994، الا ان هو زي جزء كبير من كتب دكتور مصطفى محمود بيناقش الافكار وكانها موجوده دلوقتي، كانها موجوده في العصر اللي احنا عايشين فيه. الغريبة انه بيناقش الافكار دي وكأنه هو ما ماتش، كأنه لسه عايش معانا. بيناقش الافكار كأنه حد كده جاي لنا من المستقبل بيقول لنا ايه اللي هيحصل بكرة. لان احنا اتفقنا احنا مش بننجم، ولكن المستقبل هو قراءة للي احنا في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. احنا دلوقتي وضعنا فين، فبالتالي نقدر نخمن بكرة ايه اللي هيحصل فيه. طبعا بعيدا عن اقدار ربنا، لان ربنا ممكن قادر، طبعا مش ممكن، ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يغير الاوضاع. ولكن في العادي بيقول لك ايه؟ تذاكر تنجح. يعني ما سمعناش ان حد نجح من غير ما يذاكر غير بالغش. لكن في العادي لو ذاكرت هتنجح، لو عملت طبخه هتلاقيها طبخه، لو رتبت اوضتك هترجع تلاقيها مترتبه، لو استعديت لبكره فان شاء الله هتقدر بكره تجتاز امتحانك. طيب، الكتاب اللي اتكلم معاكم فيه النهارده هو كتاب الطريق الى جهنم. طيب، لو انت حاولت كده تتفكر في العالم اللي انت عايش فيه، هتلاقي ان العالم ده عنده اجماع على فكرة واحدة. فكرة دايما بتسمعها في المقالات والصحف ووسائل الاعلام المختلفة. فكرة بتخليك تشك في نفسك، فكرة بتخليك مش قادر انك تكون حتى فخور بنفسك. خلي بالك، بالرغم من ان دكتور مصطفى محمود قال الكلام ده من اكتر من 20 سنة، الا ان الفكره دي للاسف الشديد لسه موجوده لحد دلوقتي. يعني هل احنا ما حصلش تعديل او تغيير لصالحنا من 20 سنه لحد دلوقتي؟ الموضوع فعلا على فكره موضوع خطير، مش موضوع سهل. الفكره دي فكره همجيه الاسلام والمسلمين. كلام صعب. لما تيجي تسمع كلمة الإسلام في وسائل الإعلام الصهيوني، دايما هتلاقي الإسلام كده مرتبط بالإرهاب. وش كده أول حاجة الإسلام يعني إرهاب. الفكرة دي أو الكلمة دي دايما بترتبط عند الإعلام الصهيوني بالعنف، وإن الإسلام ضد الدين وضد المرأة وضد الإنسانية بشكل عام، ضد التقدم، ضد الحضارة، ضد العلم. حاجة خطيرة يعني. والإنسان اللي بيتعرض لوسائل الإعلام دي في العالم غالبا بيسمع رسائل سلبية من النوع ده عن الإسلام. دكتور مصطفى محمود ضرب مثل وافي الحقيقة عن ازدواجية الفكر عند الغرب، وقال إن لو يعني قال مثال كده، فعلا مثال عجيب يخلي الواحد كده يعني مش مستوعب الدنيا ازاي ماشية كده. يعني قال لك ايه؟ لو في نيويورك مثلا قطة وقعت من فوق مبنى، تمام؟ القطة دي وقعت واتكسرت رجلها، تبص تلاقي ايه؟ ده في نيويورك مش عندنا. تلاقي المرور وقف وبلغوا البوليس، وجمعية الرفق بالحيوان اتبلغت، وتيجي عربية إسعاف
وينقلوا القطه في عربيه الاسعاف المجهزه ويعملوا لها عمليه جراحيه ويجبسوها، وصاحبه القطه تعيط، والماشيين اللي في الشارع بيعيطوا ويكتبوا في الجرايد. يعني الموضوع بيقول ان هم ناس الانسان درجه الانسانيه او درجه الرحمه عندهم عاليه جدا، ناس راقيه لابعد حد، لدرجه ان الدنيا اتقلبت عشان قطه وقعت من فوق مبنى. لا والمسؤول يتحاسب على فكره. طيب صاحب القطه كنت فين؟ يعني القطه ازاي تسيب القطه بتاعتك تقع من فوق العماره بالمنظر ده؟ اكيد انت كده شخص مهمل. فالموضوع يبان في ظاهره انه في عدل وفي رحمه وفي انسانيه عاليه منقطعه النظير، ولكن نفس الناس دول، نفس الناس هم اللي بيرموا قنبله ذريه على هيروشيما تموت 7 مليون بني ادم. ونفس الناس دول هم برضو نفس الناس اللي زعلانين على القطه، نفس الناس دول في لحظه ساعدوا اسرائيل على اقامه دوله وشردوا شعب بحاله. حاجه يعني حاجه تمخول العقل، حاجه غريبه. يعني هي الناس دي بتفكر ازاي؟ يعني ده اللي هو يعني احنا ايه؟ هو احنا طيبين ولا احنا اشرار؟ احنا مع مين ضد مين؟ الحقيقه ان الاجابه واضحه وضوح الشمس، مش محتاجه شرح، مش محتاجه تفسير. بصوا الكلام شرح نفسه. يعني احنا بس بنفكر بالاحداث، لا الكلام شرح نفسه، الكلام واضح. فكره المصلحه، مصلحتي مع مين بمشي وراها. وللاسف دي حاجه لو احنا رجعنا لضميرنا هنلاقي ان للاسف الحاجه دي او فكره ان واحد بيجري ورا مصلحته دي حاجه بقت موجوده كتير جدا، وربنا يصلح حال الناس. طيب دكتور مصطفى محمود بيقول ايه؟ بيقول ان الصوره المشوهه اللي بيعرضها او اللي بيتعرض ليها الاسلام في وسائل الاعلام الصهيوني هي صوره بيتعمد الغرب انه يرسمها عن الاسلام. والعداوه الموجوده بين الغرب والاسلام هي عداوه قديمه جدا، ولكن ايه المصيبه الرئيسيه؟ مش في عداوه الغرب للمسلمين على فكره، ولكن المصيبه في تراجع الشهامه والمروءه عند العرب. يعني 47 دوله عربيه اسلاميه ما لهمش دور حقيقي في الدفاع عن الاسلام والمسلمين. يعني دكتور مصطفى محمود مثلا بيضرب مثال عن اللي حصل في البوسنه واللي اتقتل فيه الاف المسلمين. مفيش دور حقيقي للدفاع عنهم، مفيش حد قال لهم انتوا فين. للاسف ان الدول العربيه ما عندهاش القوه اصلا غير انها تقاتل ما بين نفسها. للاسف احنا كعرب فشلنا ان احنا نتحد مع بعض ونبقى ايد واحده او راي واحد. صدقوني احنا لو عملنا كده حتى يعني على مستوى حتى العائلات، حتى لو انا مش هتكلم على الدول هتكلم عن العائلات، لو كل عيله بقت ايد واحده واتحدنا هتبقى عيلتنا كبيره، هتبقى حياتنا افضل، هتبقى حياتنا احسن. ففكره الوحده بين العرب فكره يا جماعه مهمه جدا جدا جدا. للاسف احنا مش شاطرين غير ان احنا نتخانق مع بعض، ان احنا ندبر المكائد لبعض. احنا عندنا مشكله في ضعف كل واحد فينا ان هو يفهم اساسيات دينه. افهم اساسيات دينك هتعمل كل حاجه صح. للاسف ان اصبحت معرفه كل واحد فينا بالدين هي عباره عن معلومات سطحيه بيقدر كل واحد فينا يحكم بها على التاني. يعني كل واحد عنده معلومه في الدين تبص تلاقيه ايه؟ تبص تلاقيه بيستخدم المعلومه دي في انه يحكم بيها على شخص تاني او ينظر بيها على شخص تاني او ينتقد بيها شخص تاني. ودي مشكله على فكره. عشان كده الطريقه اللي بيشوفها دكتور مصطفى محمود انها هتساعد بشكل كبير جدا في نصرة الاسلام هي ان كل واحد فينا يبدأ بنفسه. ابدأ بنفسك، ابدأ بالخطوة الاولانية اللي تقدر تصلح فيها نفسك. لو انت اصلحت نفسك المجتمع هينصلح، لان هو ببساطة المجتمع ايه؟ المجتمع مجموعة افراد، يعني احنا اللي بنشكل المجتمع. يعني تلاقي حد يقول لك ايه؟ لا طب وانا هتصلح وانا يعني طب لما المجتمع اللي حواليا يبقى ينصلح انا كمان هينصلح حالي.
طبعا ده كلام مبرر مش منطقي، وحاجه كده احنا بنديها لنفسنا كمسكنات عشان ما نتعبش نفسنا ونبدا نشتغل على روحنا اكتر. لو كل واحد فينا ما استثمرش وقته في انه يثقف نفسه في الدين، عمره ما هيقدر ينصر الاسلام. المدارس الشيوعيه اللي هي زي إيه؟ المدارس الشيوعيه، لا، المدارس الماديه زي الشيوعيه والعلمانيه ما عندهمش اي ايمان بوجود قوه غيبيه. شوف ان كل اللي بيحصل في الكون ده عباره عن صدفه عشوائيه. حتى لما بيحصل عواصف حتى لما بيحصل عواصف او سيول بيقولوا انها غضب الطبيعه. وهم بيشوفوا العلمانيين، بيشوفوا ان العلمانيين او الشيوعيين، يعني المدارس الماديه عامه، بتشوف ان الانسان هو ذروه انتاج الطبيعه، وان هو اعلى شكل من اشكال التطور. على فكره بالرغم من كلامهم ونظرياتهم المختلفه، الا انهم بيتفقوا على حاجه واحده بس، هي ان مفيش قوه غيبيه مهما كانت اسمها. مفيش عندهم حاجه اسمها الخالق، مفيش حاجه عندهم اسمها الاله اللي بيسير كل شيء سبحانه وتعالى. دكتور مصطفى محمود بيقول ايه؟ بيقول ان صحيح ان الانسان حر انه يختار عقيدته، لكن المصيبه هنا ان الشخص العلماني بيحارب كل ما هو اسلامي، وللاسف بيقدم نفسه للعالم على ان هو جاي عشان ينقذ الشعوب من الخطر اللي اسمه الاسلام الارهابي. والعلماني عنده مشكله كبيره جدا في ان هو يفرق بين الارهاب والتطرف والرجعيه والتخلف وما بين الاسلام. هو دايما زي ما قلت لكم بيربط الاسلام بالتخلف والرجعيه والتطرف والارهاب والتخلف. في ناس كتير بتفترض للاسف الشديد، وده طبعا جهل، يعني في ناس بتفترض ان العلمانيه من العلم، لكن الحقيقه ان العلمانيه بفتح اللام. العلم دي حاجه ما نقدرش نختلف عليها، لان العلم دي حاجه مشتركه بين جميع البشر بصرف النظر عن توجهاتهم ايه او دياناتهم ايه. لكن العلمانيه حاجه مختلفه تماما. العالميه الحكايه العلمانيه هي فلسفه ماديه بترفض وجود اي قوه غيبيه، وبتشوف ان الانسان هو مركز كل شيء. ان عشان تحكم على انسان او ان الحكم على اي انسان بيكون من خلال ضميره وقوانينه اللي هو بيحطها لنفسه، لا من غير دين ولا اله ولا اي حاجه بتلزمه، هو حط قوانين لنفسه وبيمشي. تمام. دكتور مصطفى محمود بيقول ان العلمانيه هي ملهاش موقف ثابت، فهتلاقي الشخص العلماني ده دايما بيتلون. تلاقيه مره بيتعاطف مع مجموعه من الناس ماتت في حادثه معينه، دول تعاطفوا مع القطه. على الناحيه الثانيه، على الرغم من ان التعاطف مع الحيوان، يا جماعه فكرتوني بالحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرفق بالحيوان حاجه امرنا بيها الدين، ولكن الدين ده ما امرناش ان احنا يبقى في رفق بالحيوان وعدم رفق بالانسان. يعني فاهميني اقصد ايه؟ فالشخص العلماني بتلاقيه مره بيتعاطف مع ناس مثلا ماتت في حادثه معينه، ومن الناحيه الثانيه بيحاول ان هو بيتغاضى ويغمض عينه عن بعض الحوادث او المجازر اللي بتحصل في دوله معينه او اماكن معينه. ليه؟ عشان انتقاد المجازر اللي بتحصل دي مش في مصلحته، فيدخل نفسه في حاجه ليه ممكن تضره. الانسانيه هنا تتحط على جنب. ليه؟ لان المصلحه عندهم اهم. الشخص العلماني بيكره كل ما ليه علاقه بالدين، وبيحاول دايما انه يحصر الدين في المساجد والكنائس. فتلاقيه مثلا ما عندوش مشكله ان واحد يروح يصلي في مسجد او في كنيسه، لكن خلي بالك اذا حاولت تطبق الدين ده في حياتك اليوميه فانت بتعتبر ارهابي ومتخلف ومتشدد، وبتحاول انك تضر بالمجتمع. الموضوع خطير. دكتور مصطفى محمود بيتنبأ بان العلمانيه هتسقط في يوم من الايام، زي بالظبط ما سقطت الشيوعيه، وان مهما كانت العلمانيه قويه ومهما كانت الفلسفات الماديه الموجوده في العالم دي متحكمه فيه، الا انها في يوم من الايام هتسقط بالظبط زي ما سقطت الشيوعيه. وبيقول ان النبوءه اللي بتتقال ان نقطه الميه في المستقبل هتبقى اغلى من البترول، الحقيقه هي نبوءه محتمله. ده على كلام دكتور مصطفى محمود، والحقيقه ان الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي بيأكد الكلام ده.
لو احنا جينا نحلل اقتصاد العالم في اخر 50 سنة هتلاقي ان اكتر حاجة بتأثر في الاقتصاد العالمي، واكتر حاجة بتتأثر بالاحداث السياسية، واكتر حاجة بتحرك الاقتصاد العالمي في المستقبل مش البترول ولكن المية. وبيتوقع ان في يوم من الايام سعر المية هيكون اغلى من سعر البترول. طب يا ترى ايه السبب الرئيسي في المشكله دي؟ الحقيقه ان السبب الرئيسي هو ان العالم بشكل عام بيهدر الثروات المائيه بشكل مخيف جدا. يعني على سبيل المثال خلينا عندنا احنا في مصر، مصر بتضيع او احنا بنضيع جزء كبير جدا من حصتنا في الميه بسبب اهدار الميه. يعني بصوا يعني للاسف ان الواحد مستغرب انه لحد النهارده او لحد اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي في ناس لسه بترش الميه في الشارع بالخرطوم، في ناس لسه بتغسل العربيات برضه بخراطيم الميه. يعني شيء كده الواحد ما بقاش قادر يستوعبه. يعني للدرجه دي ناس ما عندهاش، مش مسؤوله، ما فيش احساس بالمسؤوليه. كمان حتى الصرف الصحي والسباكه، ناس ممكن تشتغل على انظمه قديمه. ممكن واحد يبقى سايب الميه بتنقط مثلا في بيته ومش عايز يصلح الميه دي لمجرد انه يعني مش في دماغه، يعني عادي ايه يعني شويه ميه بتنزل. عارفين انا شفت حاجه كده في اليابان، ده بيقول لك قد ايه ان احترام الموارد المائيه واحترام سوري الموارد المائيه، احترام الموارد المائيه، احترام لا انا اقصد ايه، احترام الايه اسمها ايه، الثروات الطبيعيه او الموارد الطبيعيه زي الميه، انك تحترمها وانك ما تهدرهاش، دي حاجه مهمه جدا. شفت حاجه جميله جدا في اليابان، الحوض اللي احنا بنغسل فيه ايدينا كده ده موجود في اليابان، متوصل بالسيفون بتاع الحمام. فالواحد بيغسل ايده والميه اللي بتنزل بتوصل دايركت على السيفون، فبيستخدمها في ان هو يملى بيها السيفون. يعني بصوا مش بيضيعوا حاجه، حتى نقطه الميه، شويه الميه اللي بيغسلوا بيها ايديهم مش بتنزل في الصرف الصحي وخلاص وتنتهي، لا بيعيد تدويرها. يعني شوفوا الدماغ لما تشتغل اقدر احافظ على الثروه الطبيعيه اللي ربنا اداها لي من غير اي تعب او مجهود مني ماشي ازاي. شفتوا فرق الدماغ، شفتوا فرق العقليه. هو احنا اغنى ولا اليابان؟ هي ثقافه، هي عقليات، هي دماغ بتشتغل في اتجاه معين. طيب ده غير برضو الزراعه. يعني احنا في ناس لحد دلوقتي بتشتغل بالغمر، يعني بتغرق الارض ميه، وفي ناس بتسيب الارض لما الميه تغرقها وفاكر ان دي ايه، دي شطاره. طبعا ده الكلام ده كل ده بيضيع علينا جزء كبير من حصتنا في الميه، بيضيع علينا جزء كبير من الثروات اللي عندنا واحنا مش حاسين بقيمتنا، واحنا مش حاسين بقيمتها دلوقتي، لكن المستقبل اللي جاي لو ما خدناش بالنا هيكون مخيف جدا. دكتور مصطفى محمود بيقول ان الكيان الصهيوني بيحاول يدعم المستوطنات اليهوديه بالميه وبيمنع الميه عن الفلسطينيين. عشان كده هتلاقي دايما اسرائيل بتحاول انها تعمل اتفاقيات ومعاهدات عشان تقدر انها تاخد اكبر حصه من الميه وتقلل حصه العرب والمسلمين من الميه الكافيه ليهم. ودكتور مصطفى محمود بيقول ان الدول العربيه والاسلاميه لازم تخلي بالها من الموضوع ده كويس جدا، والا هتحصل مصيبه كبيره جدا. من اهم الحلول انك تقلل اهدار الميه، والا هتحصل مشكله كبيره جدا في المستقبل. لو انت سالت طفل عايز تطلع ايه لما تكبر، غالبا هتلاقي الرد واحد عند اغلب الاطفال خاصه الاولاد، يقول لك انا عايز اطلع لعيب كوره، انا عايز اطلع حد مشهور والناس كلها بتحبني عشان يبقى معايا فلوس كتير جدا. شوفوا الصوره اللي بتروج. طيب الكوره اصبحت بيزنس كبير جدا، بيزنس بيتلم عليه ملايين من الناس. الجمهور اصبح عنده هوس كبير جدا لدرجه انك ممكن تلاقي واحد بيتخانق مع مراته، بيتخانق مع صاحبه، بيتخانق مع اهله عشان ماتش كوره. انت نفسك، يعني انتوا ممكن تلاقي نفسك بتتاثر نفسيا، بتتاثر جسديا بسبب بس انك بتتابع ماتش كوره ومتاثر بالاحداث اللي بتحصل. دكتور مصطفى محمود بيقول ايه؟ بيقول ان العقول اللي عند الشباب دلوقتي اصبحت زي الكوره، كوره بيتلعب بيها من وسائل الاعلام اللي خلى الشباب الهدف الاساسي بتاعه في الحياه
هو انه يتفرج على ماتش كوره، انه يتفرج على افلام اباحيه، او يتفرج على افلام بشكل عام. يفكر في الاكل، يفكر في الشرب، يفكر في اللبس، يفكر في الموبايلات، يفكر في الفسح، يشغله باي حاجه عشان انه يكون مشغول جدا انه عن انه يفكر في بلده او دينه. يعني البلد بلدي ومستقبلي وديني دي نخليها على جنب شويه، لان انا مش فاضي بقى، انا ورايا ماتش كوره، مش فاضي ورايا فيلم عايزه اتفرج عليه، مش فاضي عايزه انزل اخرج مع اصحابي، مش فاضي عايزه اتفسح. سطح تفكير الشباب بشكل يعني فظيع. بمعدل التقدم اللي حاصل دلوقتي، فبعد يمكن يجي 10 أو 20 سنة الفرق بين الناس اللي موجودة دلوقتي واللي موجودة بعد 20 سنة، دكتور مصطفى محمود شبهها بالفرق بين الإنسان والنسناس. يعني متخيل بقى ان انت لو فضلت قاعد محلك سر والناس كلها مش بتمشي، لا لا لا، الناس بتجري من حواليك، فانت هتبقى عامل زي كده الفرق بين نسناس وانسان. وده التطور الطبيعي اللي بيفرق بين الشخص اللي بيتحرك والشخص اللي قاعد محلك سر. خلي الافلام تنفعكم. هيكون في المستقبل فرق فظيع جدا، ناس بتستخدم روبوتات وتكنولوجيا تخض. تكنولوجيا المستقبل يا جماعه تخض، خلوا بالكم. لو استمرينا في حاله محلك سر على القهوه وعلى الناصيه زي ما قلت لكم، ورا الكوره ومش كوره، هتضيع فرصه كبيره في حياتك. هتكون في وضع سيء جدا جدا، مش هنقدر حتى ننتج اكلنا وشربنا. فاهمين اقصد ايه؟ الناس زي ما قلت لكم، العالم من حوالينا بيجري في سبق، احنا في سبق للاسف. لازم 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 نتحرك والا هنتدمر. العالم المادي اللي احنا عايشين فيه بيوجه الانسان دايما انه يفكر في حاجه واحده بس، وهي الشهوه. كل ما كان اللي حواليك بتحركهم الشهوه، كل ما كان عندك القدره انك تعمل فلوس من شهوه الناس تجاه الحاجه دي او تجاه الحاجه اللي عندك. في وسط كل ده اصبح العرب والمسلمين هم اكتر ناس بيتلعب بيهم الكوره، وكل يوم بيعدي ومع مرور الزمن التعليم بيكون أسوأ وأسوأ، لدرجة انك ممكن تلاقي دكتور مش عارف حتى انه يدي حقنة. والفجوة كمان بين الغني والفقير زادت بشكل مرعب جدا، لدرجة انك ممكن تلاقي الغني اللي بياخد ملايين ويهرب، وبتلاقي الفقير اللي مش عارف حتى ان هو يستلف 100 جنيه عشان يكمل بيها يومه او يجيب بيها اكل لاولاده. الخلاصة ان عايزه اقول لكم ان الحياه في عصر الالكترونيات حياه مش سهله زي ما انت متخيل. الحياه اللي جايه هتكون مرهقه جدا جدا، حياه آلية، حياه سريعه الايقاع، حياه مرهقه للاعصاب، حياه زحمه. الحياه اللي احنا عايشينها دلوقتي بعد كام سنه هتبقى ايام زمان، وهنقول يا فين ايام زمان. عشان كده مهم جدا اننا نستعد لبكره. مهم جدا كمان اننا نسلح نفسنا بالعلم والمعرفه، ونكون عندنا وعي، نكون ملمين بالدنيا حوالينا شكلها ايه، العالم اللي حوالينا ماشي ازاي. مهم جدا اننا نعيش حياتنا كويس، واننا نتعامل مع التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت، بس ارجوكم من غير ادمان. واشوفكم على خير في فيديو جديد.